سفيان التسديدة جول بابا 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 جول سفيان وبغداد وجول تهتز الشباك عند الدقيقة 31. تسديدة أرضية زاحفة من سفيان وبغداد يلحق بها في المكان المناسب ويسجل هدفه السادس عشر في الدقيقة 31. يا سلام عليك يا بغداد في المتابعة، ومع ذلك الجمال بالماضي لا تخفى عليه خافية. حليمي يفتح له الطريق، الرياض والتوزيع الرصية جول الرصية وجول يا سفيان. الهدف الثاني عند الدقيقة 43 أعطى لك كافيار وسمك من النوع الرفيع يا سفيان. رياض حققوا راس سفيان، والهدف الثاني للمنتخب الجزائري. هدفان مقابل صفر صارت النتيجة. تلقى رياض من الوسط لصالح المنتخب الجزائري. رياض جول. حتى في أسوأ أحوالك يا رياض دخل فمرر، عادت فتوغل، راوغ فسجل. الهدف الثالث للمنتخب الجزائري من رياض محرز بإبداع وبروعة. يا سلام، 3-0 صارت النتيجة. جاءت واحدة من الحلول هي إضافة هدف ثاني، استلمها ومررها، رجعت له الكرة فراوغ، دخل على مرتين ورفعها بروعة، مسجلا الهدف الثالث للمنتخب الجزائري. إنه الهدف السابع عشر لرياض في مباراته رقم 60 مع المنتخب الجزائري. يفعلها ويسجل بالثلاثة. الجزائريون يضربون منتخب زيمبابوي حتى ولو لم يكونوا في أحسن أحوالهم. هكذا هي الكرة وهكذا هي الفعالية عندما لا تكون في أفضل أحوالك وتسجل وتفوز بالثلاثة.